قبل ما أبدأ الحكاية، خليني أقول لكم حاجة مهمة. اللي هيكمل يسمع للآخر هيفهم إن مشكلة اللي بيتحكي بيتشاف بنفس الطريقة. ركزوا معي كويس، لأن التفاصيل الصغيرة هي اللي هتفرق في الآخر. أنا محمود، عندي 22 سنة، عايش في نجع صغير في صعيد مصر. نجع بعيد عن المدينة، بيوته طين، وشوارعه تراب، والناس فيه عايشة على قد حالها. النجع ده معروف بسمعة مش لطيفة، حكايات قديمة عن مشاكل حصلت زمان واتشهرت لدرجة إنها وصلت للتلفزيون في برنامج معروف سنة 2013. من ساعتها واسم المكان بقي مربوط بكلام الناس وقصصهم. أنا عايش مع أمي وأختي بعد وفاة أبويا. من يوم ما مات، كل حاجة اتغيرت. بقيت أنا الراجل الوحيد في البيت، المسؤولة عن كل حاجة. شغلي في الغيط بيجيب بالعافية مصاريف البيت، وما فيش قدرة على جواز، لا لي ولا لأختي اللي عدت 25 ولا سه قاعدة. أمي دايما شايل همها، خصوصا إننا في مكان أي إشاعة فيه تكبر بسرعة النار في الهشيم. في الفترة الأخيرة، الناس كانت لسهم بتتكلم عن قصة قديمة حصلت في النجع، عن شاب سمع حاجة مش كويسة عن واحدة وابنها، والقصة كبرت واتشهرت. الحكاية دي خلت أمي دايما عايشة في خوف، خصوصا علينا. أنا وأختي كنا قريبين من بعض، نهزر، نضحك، نتكلم بالساعات. يمكن عشان ما فيش غيرنا في البيت، ويمكن عشان الظروف خلتنا سند لبعض. لكن أمي كانت ساعات تبص للهزار ده بنظرة مختلفة. مرة قالت لي: أن تليه دايما لازق في أختك كده، لو عايز تتجوز قوله. ضحكت وقلت لها: دي أختي يا أمي، أنت مكبرة الموضوع ليه، بس جوايا كانت عارفة إن الموضوع أكبر من هزار. أختي كانت شخصية قوية، والناس حواليها مش مأمونة. كانت خايفة عليها، وخايف من كلام الناس أكتر. في النجع ده، السمعة أغلى من أي حاجة. ليلة من الليالي، كانت قاعدة معرها في أوضتها بنتكلم ونهزر، وأمي كانت نايمة. فجأة لمحنا خيالها واقفة وراء الباب. سكتنا بسرعة وقعدنا طبيعي كأن مفيش حاجة. واضح إنها كانت بتسمع، بس سابتنا ومشيت. ومن ساعتها حسيت إن في حاجة بتتغير، مش بيني وبين أختي بس، لكن كمان في نظرة أمي لينا. واللي حصل بعد كده عمره ما كان في الحسبان، بس اللي قالته أمي تاني يوم كان بداية حاجة محدش كان متوقعها. تاني يوم وأنا راجع من الغيط، لقيت الجو في البيت هادي بشكل غريب. أختي كانت بتحضر الغداء، وأمي قاعدة سرحانة. قعدنا ناكل عادي، وبعدها شربنا الشاي. فجأة أمي بصتلي وقالت: أنت كانت في أوضة أختك امبارح بتعمل إيه؟ اتوترت شوية، بس حاولت أبقى طبيعي. قلت لها: قلقاني شوية ومش عارف أنام. فدخلت قعدت معاها بدل ما أفضل لوحدي. بصتلي بنظرة مش مفهومة، وقالت: يعني كنت بتهزر بس. هزيت راسي وقلت: يا أمي، عادي يعني. سكت شوية، وبعدها قالت جملة غريبة عمري ما كانت أتخيل أسمعها منها: ما تقوم يا واد الريح أختك، بدل ما تصبره وتجيب لنا فضيحة. أنا اتصدمت. أريحها أزئي، وإزاي أمي تقول كده؟ حاولت أفهم قصدها، لكنها كانت بتتكلم بنبرة جد، كأنها شايفة إن ده حل لمشكلة أكبر. أختي نفسها سألتها: أريحني أزئي يا ماما؟ أمي قامت ومشيت وهي بتقول: إن تفرهمين بعض، الكلام فضل يرن في ودني طول اليوم. هل أمي كانت فعلا شايفة إن ده حل؟ ولا كانت بترمي كلام وخلاص؟ في النجع ده، الخوف من الفضيحة بيخلي الناس تفكر بطرق غريبة.
ليلا، البيت هادي. أمي نامت، وأختي عملت شاي ودخلت أوضتها. فضلت واقفة بره لحظة بفكر. أدخل؟ ما أدريش. بس فضولي وخوفي ودوامة الأفكار دفعتني أدخل. قعدنا نتكلم في الأول، هزار خفيف زي كل مرة. الجو كان مختلف، فيه توتر خفي. كل واحد مستني التاني يقول حاجة. يمكن كنا بندور على إجابة لكلام أمي، أو يمكن بنهرب من خوف أكبر. ومع مرور الوقت، الخطوط بدأت تتلخبط. اللي حصل بعد كده ما كانش فجأة، لكنه كان نتيجة تراكم أيام وسكوت كتير. بس هل كنا بنعم كده عشين نفسنا؟ ولا عشين نريح أمي فعلا؟ من الليلة دي، العلاقة بيني وبين أختي بقت مختلفة. مش بمعنى واضح أو مباشر، لكن فيه حاجة اتغيرت. بقينا أقرب في الكلام، في النظرات، في السهر. يمكن عشين بقينا عارفين إن أمي شايفة ومش رافضة. ويمكن عشان الإحساس بالسر بيقرب أي اتنين. كانت دايما أقول لنفسي إني بحميها، إن وجودي جنبها بيبعدها عن أي حد يفكر يقرب. في النجع ده، البنت لو اتكلمت مع شاب دقيقة زيادة، تبقى سيرة على كل لسان. وأنا مش مستعد أسيب أسمنا لعبة في أيدي حد. مرة تاني، أمي كررت نفس الجملة بشكل غير مباشر. خلي بالك من أختك كويس. دي أمانة. الجملة دي فضلت في دماغي. أمانة يعني إيه؟ أحافظ عليها، ولا أتحمل مسؤوليتها بالكامل. في ليلة هادية، كنا قاعدين بنحكي حكايات قديمة عن أبوية، عن أيام الطفولة. الضحك قلب جد، والجد قلب صمت طويل. كل واحد فينا كان بيفكر في حاجة، لكن ما حدش عايز يقولها. أختي قالت لي فجأة: أنت عمرك فكرت نطلع من النجع ده؟ سؤالها وجعني. عارف إنها مخنوقة زيي، حست إنها محبوسة في مكان مش شبهها. قلت لها: لو معي فلوس كفاية نمشي بكرة. ابتسمت ابتسامة غريبة، وقالت: يمكن إحنا محبوسين أكتر مما إحنا فاكرين. الكلام ده خلاني أحس إن الموضوع مش بس خوف من الفضيحة، ده خوف من الحياة نفسها. ومع الوقت، بقينا بنتشارك كل حاجة، لدرجة إن مفيش حدود واضحة زي زمان. يمكن لأننا حسينا إننا في خندق واحد ضد الدنيا كلها. بس السؤال اللي بدأ يطاردني: هل إحنا بنقرب عشان نهرب؟ ولا بنهرب عشان نقرب؟ والإجابة كانت تظهر في موقف ما كنتش أتوقعه أبدا. في يوم من الأيام، وأنا راجع من الغيط، سمعت 2 من شباب النجع بيتكلموا عن أختي. كلام مش مريح. دمي غلي، وروحت واجهتهم. المشكلة كبرت شوية، والناس آتلمت. رجعت البيت متعصب، وأختي كانت باين عليها القلق. حكيت لها اللي حصل، وشفت في عينيها خوف حقيقي. قالت لي: شايف عشيني كده ماما خايفة. في اللحظة دي فهمت حاجة مهمة. أمي ما كانتش بتدفعنا لحاجة معينة، كانت بتحاول تحمينا بطريقتها، حتى لو طريقتها غلط أو غريبة. الخوف كان مسيطر عليها زي ما هو مسيطر علينا. ليلاً، أمي قعدت معي لوحدنا. قالت لي بهدوء: أنا عارفة إن الحمل عليك ثقيل، بس أنا راجل البيت. الكلمة دي رجعني للواقع. يمكن كانت طاي بين إحساسي بالمسؤولية وبين مشاعري المتلخبطة. لكن الحقيقة إن البيت ده محتاج عقل مش اندفاع. قعدت مع أختي بعدها وتكلمنا بصراحة لأول مرة. فهمنا إن اللي بيحول حوالينا هو اللي كان بيضغط علينا، مش إحنا نفسنا. وإن الهروب مش حل،
ولا القرب المبالغ فيه هيحمي حدة. قررنا نحط حدود واضحة، ونفكر في المستقبل بجد. يمكن نشتغل أكثر، يمكن نحاول نخرج من النجع يوما ما. اللي حصل علمنا إن الخوف ممكن يخلي الإنسان يشوف الحلول بشكل غلط. والنهار ده لما بفتكر اللي عدى بفهم قد إيه اللحظة دي كانت نقطة تحول في حياتنا. بس السؤال اللي لسه مفتوح: هل هنقدر فعلا نسيب النجع ونبدأ من جديد؟ ولا الماضي هيفضل ماسك فينا مهما حاولنا نهرب؟